كيفاش المغرب قدر يفرض نفسه وسط اكبر اقتصادات العالم فرنسا المانيا وامريكا؟ شنو هو اللي خلى اقوى دول العالم تستسلم للامر الواقع وتعترف مغربيه الصحراء؟ واش يمكن نعتبروا ان ازمه جزيره ليلى خلات المغرب يراجع الاوراق ديالو ويعرف بلا ان اوروبا ليست صديق؟ شنو هي السياسه اللي نهج الملك محمد السادس باش نشوفوا المغرب قوي بهذا الشكل؟ غادي نحاولوا ننظموا شويه الاحداث ونبداو من 2002. ركز معايا مزيان، ويلات الفتي حبس الفيديو ارتاح لك شويه ومن بعد طلق الفيديو يسرح. مارس 2022 بعد سنه من القطيعه وعطيني نعطيك، اسبانيا كتخرج كتعترف المغربيه الصحراء، وكيف العاده العزاء الجيران والمغاربه كيقوموا بالواجب. كاين اللي دا قلب باش يعزي، كاين اللي دا جوج، وكاين اللي يستر عليه الله دا كرتونه. اعتراف امريكي من بعده اعتراف اسباني. اش بان لكم نبداوها من 2002؟ ازمه جد خطيره بين اسبانيا والمغرب بسبب جزيره ليلى، تنتهي بتدخل امريكي نهار 20 يوليوز 2002 وما غاديش ندخلوا في لي ديتاي. ازمه اللي كانت فيها الجزائر هي الدوله العربيه المسلمه الوحيده اللي كتجي مع اسبانيا ضد المغرب. Au moment où commençait le conflit algérien, et qui d'autre part mène en Algérie la plus impitoyable des guerres de répression. عرفتكم ما صدقتوش، ولكني هادشي اللي عطى الله. والامر ما وقفش غير على هذا، مشات وتحالفات مع رئيس الوزراء اليمين المتطرف انذاك ازنار اللي كان كيكن واحد الحقد دفين للمغرب، وكان كيقلب على سند في المنطقه لمواجهه المغرب. من حقه يخاف، قرون ديال الاستعمار المغرب خلى فيها زريعته تماك كيف ما خلات فرنسا زريعتها في الجزائر. والعسكر انذاك كيستغل الازمه في شخص بوتفليقه وكيدير اتفاق صداقه وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا. 11/3/2004 ارهابيين اغلبهم مغاربه غادي يقوموا بتفجير 3 محطات مترو بمدريد. في ذاك الوقت اسبانيا كانت مشاركه بشكل فعال في التحالف اللي داروا جورج بوش في حربه على العراق، وهنا كتكون نهايه ازنار. كيفوزوا الاشتراكيين وكينسحبوا من التحالف اللي داروا بوش فور الوصول ديالهم الى الحكم. مرحله جديده، وما تظنوش ان المغرب نسى ازمه ليلى وخيانه الجزائر. 4 سنوات على تربع الملك محمد السادس عرش الملكه. 2003 كيعطي انطلاق بناء اكبر ميناء في افريقيا اونفاس مع موانئ اسبانيا، الشيء اللي غادي يثير هلع وخوف اسبانيا حسب الاي بي سي. وحش بمساحه 200 هكتار، تنافسيه قويه، يد عامله غير مكلفه، وامتيازات ضريبيه مغريه. ميناء الجزيره الخضراء يعاني، تشير الجريده البايس. كذلك المغرب ياخذ قرار منع دخول السلع من سبته ومليليه، الشيء اللي غادي يشكل عبء على الميزانيه الاسبانيه. دائما نباح حزب فوكس اليميني اللي كيتمول من دولارات البترول الجزائري. 19 ديسمبر 2019 عمي تبون يستولي على حكم الدولة التي اكتشفت البترول قبل قطر تحت مراقبة شنقريحة. هاد الشخصيتان قدو نقولوا هما اللي غادي يكشفوا الوجه الحقيقي ديال الجارة، ويمكن نعتبرهم اليمين المتطرف عند الجارة. المرحلة ديالهم غتكون مليئة بالحقد والغباء السياسي اللي غادي ينقلوه بالعدوى إلى الصحافة ديالهم وجزء من الشعب ديالهم، وغادي يقوموا بإجراءات هي سابقة في مجال العلاقات الدولية. قطع الغاز عن المغرب، سحب السفير من الرباط، حظر الأجواء الجزائري عن الطيران المغربي، قتل سائحين مغربيين دخلوا بالخطأ المجال البحري الجزائري، سب وشتم وقذف في الإذاعات الرسمية الجزائرية للمملكة المغربية ولأمهات المغاربة. أزيد واللائحة تطول، الشيء اللي غادي يخلي جلالة الملك يفطن بأن الأمر يتعلق بحقد عقائدي ومرضي وما عندوش حل، وكيغير من سياسة اليد الممدودة. وهذا الشيء اللي لاحظ الشعب في الخطابات ديالو الأخيرة. وهذاك الفخ اللي كانوا كينصبوا للمغرب باش يعزلوه في المنطقة وينهكوه اقتصاديا غادي يطيحوا فيه. المغرب يكون تحالف مع دول الساحل اللي كانت تنتمي للوبي الجزائري الفرنسي. كاين بزاف ما يتقال في هذه المرحلة، يمكن تشوفوها في هذا الفيديو. الجزائر غادي تبدا تعاني من السم اللي بغات تقتلنا به، مشاكل مع مالي، مع تشاد، مع النيجر، مع حفتر، مع اسبانيا، مع الامارات، ومؤخرا مع فرنسا. وشاط لهم هذا وهذا والنص ديال هذا. 23 ديسمبر 2020 امريكا كتعترف بمغربيه الصحراء. الجاره كتبرد على القلب ديالها وكتنقص من قيمه الاعتراف وتمني النفس بالتراجع على القرار في عهد بايدن. فرنسا تلتزم الصمت، لكن المفاجاه كتجي من المانيا اللي كتدعي الاجتماع طارئ على مستوى الاتحاد الاوروبي تفاديا لاعترافات اخرى من طرف الدول الاوروبيه. ما تكونش فرنسا هي اللي في الخفاء كتوركستري هاد التحركات، نفهموها تفاديا للإحراج كونها أقرب صديق للمغرب، ولم تستسيغ هذا الاعتراف، خاصة أن مصلحتها آنذاك كانت في استمرار هذا النزاع الجزائري المغربي. C'est l'intérêt de tous d'avoir des conflits gelés.
On vit assez bien avec un conflit gelé et on ne va pas jusqu'au bout de son règlement. لكن من بعد توضح أن الأمر عنده علاقة بما هو اقتصادي كذلك، أن اعتراف ترامب بالصحراء المغربية يفسد خطة ألمانيا لضم جبل تروبيك إلى جزر الخالدات وبالتالي الاتحاد الأوروبي. 2035 أوروبا غتحضر السيارات اللي كتخدم بالديزل، وألمانيا كأكبر مصدر للسيارات في العالم محتاجة تحط إيديها على جبل تروبيك اللي عامر بالكوبالت والتيفلون اللي كيدخل في صنع البطاريات. الأمر يطول شرحه وغتلقاه في هذا الفيديو. المغرب كيكشر على الأنياب ديالو، كيختار التحدي بدل التهدئة، وكيستدعي السفير ديالو في برلين أزمة دبلوماسية. البعض يقحم قصة اليوتيوبر المغربي محمد حاجب كسبب من سبب التوتر، لكن ليست لهذه الدرجة. اعتراف أمريكي يبعثر جميع أوراق الدول. للإشارة العلاقات الألمانية المغربية كترجع ل 1784 أيام فريدريك لوغرون اللي دار أول قنصلية في المغرب. 1802 راحنا كنصدروا لهم في الزعفران. 2020 الدبلوماسية المغربية غادي تدخل امتحان جديد، وهذه المرة مع المستعمر السابق للصحراء المغربية الدولة الإسبانية. المخابرات المغربية غادي تشد إبراهيم غالي قطي داخل الديار الإسبانية بهوية مزورة باش يتعالج من كورونا. وحصلها هذه. وسبحان الله المغرب بحال كان كيتسنى هذا الخطأ من إسبانيا باش يدمس الكارطة ويعاود التفرقة في المنطقة. في المرحلة الأولى المغرب يجبر إبراهيم غالي على المثول أمام القضاء الإسباني. من بعد غادي تندلع أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا سيتم على إثر سحب السفير المغربي من مدريد. تعليق رحلات المسافرين بين إسبانيا والمغرب. سنة من بعد المغرب يجبر إسبانيا للخضوع للأمر الواقع، وكيخرج الوزير الاول وكيعترف بمغربيه الصحراء. وهنا الجزائر كطيح في الفخ اللي كانت ناصبه للمغرب. العسكر كيقطع العلاقات ديالو مع اسبانيا وكيأكد للعالم انه الطرف الرئيسي في النزاع على الصحراء المغربيه، وهذه النقطه كانت مهمه وصالحه للمغرب، لانه تأكد المؤسسات الدوليه ان الامر لا يتعلق بشعب يريد الاستقلال، ولكن هناك دوله جوار اللي بغات توسع وتوصل للبحر الاطلنطي. وهذه النقطه تبون عاوننا فيها مزيان عكس بوتفليقه اللي كان ذكي طبيعي قرا في المغرب. والجزائر اللي بغات تعاقب اسبانيا لقات معاقبه الشعب ديالها. الشعب تحرم من البيض والدجاج، ما قدوش فيل زادوه فيله، ما العدس الزيت اللوبيا الغاز وزيدوا زيد. 19 شهر العسكر كيطلب العطف من اسبانيا واعاده العلاقات. والمغرب غادي يواصل المسيره ديالو لان كاينين شي حسابات خصهم يتصفاو. ماي 2024 الشركه الاماراتيه تاكا كتنشر خبر عزمها اشتراء ناتشرجي الاسبانيا. العسكر شدوا الرعدة. الصحافة الجزائرية بمساعدة المتكتكين المغاربة كيروجوا على أن إنفو الشركة الإماراتية غادي تسيطر على ناترجي غادي تفسخ جميع العقود مع الجزائر وغادي تتجه للهيدروجين الأخضر المغربي. إسبانيا عاجبها الحال ومخلية الخبر كيسرح. العسكر كيشوف عقد ب 80 مليار مكعب ديال الغاز في مهب الريح، الشيء اللي غادي تفطن ليه ناتورجي الإسبانيا وغتحاول تنيغوسي الأثمنة من مدة وجديد وتطيح الثمن، لأنها دارسة العقلية الجزائرية وعارفة أنها قادرة تخسر المليارات فقط ما يربحش المغرب. والمهمة كتم بنجاح. القالب المغربي الإماراتي الإسباني كيركب بنجاح. أسابيع من بعد الإمارات كتعلن عدم إتمام الصفقة مع إسبانيا. المغرب باستعمال مبرهنة فيثاغورس كيأكد أن ماشي بالضرورة يكون عندك البترول والغاز اللي غتعطيك مليارات الدولارات باش تنهك الخصم ديالك اقتصاديا وتفوز عليه دبلوماسيا. الأمر كيحتاج فقط أن تكون دولة ضاربة في التاريخ، ملك متسامح وذكي، وعدو حقود وبليد ومتسرع.